السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ودايما بأفضل حال. وحشتوني جدا، وانا عارفة ان انا متأخرة عليكم، وعارفة ان انا بقالي كتير ما ظهرتش معاكم. عشان كده جيت لكم بموضوع قوي 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 قوي. قبل اي حاجة، كل سنة وانتم طيبين. جاهزين ولا لا لدخلة رمضان؟ جاهزين ولا لا للصيام، للمعارك بتاعت كل يوم بتاعت رمضان؟ مع انه والله بيبقى شهر جميل. يعني شهر بيبقى كله بركة، كله روحانيات، كله حاجات حلوة، كله مشاعر واحاسيس كده كلها متضاربة. بس كلها حلوة بصراحة، كلها حلوة. جاهزين ولا لأ للخناقة بتاعت عزومة أول يوم رمضان؟ سامعاكي اللي بتقولي لأ خناقة ايه؟ تعالي وانا اقولك خناقة ايه. في أسر كده بيبقى في خناقة كل سنة في دخلة رمضان. اللي هي ايه بقى؟ انا المفروض افطر عند ماما، لا انت المفروض تفطري عند ماما بتاعتي انا. ونفضل في الصراع المرير الطويل العويص ده، ونتخانق وننكد على بعض ونعمل قلق ونعمل زعل. والنفوس تشيل من بعضها، وتلاقي الدنيا كلها راحت فرحة دخول رمضان، في مقابل ان احنا بنتخانق على هنفطر فين. ما نفطر في اي حتة. انت معقد الدنيا ليه؟ وانتي معقدة الدنيا ليه؟ افطروا مكان ما تفطروا. ده هي لقمة، مفيش نص ساعة وكل واحد هيروح بيتك بيتك. لكن ان انا كل رمضان انكد على بيتي، مش مستاهلة. يعني الامور ابسط من كده بكتير، ابسط بكتير بكتير بكتير. يا سيدي، ان شاء الله حتى تظبطوها كل سنة في حتة. هتقولي لي كل سنة يا هنا من يعيش؟ يا ستي خليها عليكي، وانت كمان خليها عليك. كل سنة في مكان كده. يعني مثلا السنة دي احنا فطرنا عند ماما اول يوم رمضان، لا السنة الجاية يبقى عند مامتك، او العكس. السنة دي عند مامتك، السنة الجاية عند مامتي انا. السنة اللي بعدها نقضيها في بيتنا اول يوم رمضان. الدنيا بسيطة. نشوف مثلا مين محتاجنا اكتر. يعني مثلا على اعتبار ان والدك ووالدتك مثلا حد اصحاء، مش محتاجين قوي ان حد يبقى متواجد معاهم، او ان مش محتاجين حد يخدمهم او كلام من ده، فساعتها مثلا باباها ومامتها هيبقوا اولى. والعكس، ساعتها برضو لو هما اهلك كويسين واهله هما اللي محتاجينه، ساعتها هيبقوا هما اولى. لكن لو الدنيا كده والبساط احمدي، يا عم افطروا في اي حتة. ما هيش طالبة خالص ان احنا نأزم الدنيا ونعمل مشاكل. ده كلها لقمتين وخلاص اليوم بيعدي. لكن ان احنا نعمل زعل ونضيع فرحة دخول رمضان عشان مشكلة بسيطة قد كده، لا. احنا اكبر بكتير من الحاجات دي. نخلي المشاكل يعني لحوارات كبيرة اكتر من كده. لكن الحاجات الصغيرة دي كبر، عديها. وما تقفوش، وما تقفشوش، وما تعملوش ازمات من غير ازمات. ده هو شهر فرحة، فما نخليش شهر الفرحة يجي بنكد. ما نخليش شهر الفرحة يجي واحنا الامور كلها مشحونة، والنفوس كلها على اخرها، والناس كلها زعلانة، وانتي المفروض وانت المفروض. وبعدين هو احنا ما نعرفش نكبر دماغنا؟ ياه، ده احلى حاجة في الدنيا تكبير الدماغ. حاول تكبر دماغك كده، هتلاقي الدنيا كلها بقت سهلة وبسيطة. يا عم، هكبر دماغي وراضي مراتي شبطانة بقى وان هي عايزة تفطر عند مام، روحي يا ست افطري عند مام. ما جاتش على اليوم ده. وانتي كذلك. خلاص جوزي الدنيا قفلت معاه بقى، وان خلاص القيامة هتقوم لو ما فطرناش اليوم ده عند بابا وماما. ما علينا، يلا بينا على بابا وماما. مش قصة. اقول لكم حل حلو، اظبطوها بقى كده، نتسحر هنا ونفطر هناك. اعملوا اي حاجة الا انكم تتخانقوا. والله يعني انا مش داخلة اعمل فيديو عبيط، لان بجد المشاكل ما بتبقاش عبيطة. المشاكل بتبقى كبيرة قوي على حوار صغير قوي، حوار مش مستاهل. وبعدين في اسر بقى بتعقد الدنيا، اللي هو ايه، لا انتي خلاص دلوقتي تبعنا. معلش، هو انا اسمي ايه؟ انا اسمي فلانة الفلانية على اسم ابويا وامي. وبعدين انا لو مفيش خير فيهم، انت نفسك هتبقى حاسس ان انا في حاجة غلط. ومش معنى كلامي ان القصة كبيرة، لا 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 لا. ده قصة صغيرة خالص، القصة عبيطة خالص. بعمل مشكلة على مفيش، بعمل مشكلة على حوار اهبل ولا حاجة. كل الموضوع وما فيه
بلاش تضيعوا فرحة رمضان وبهجة رمضان و... وسبحان الله اللذة والفرحة بتاعة دخول الأيام المفترجة دي على مشاكل صغيرة قوي، على مشاكل بسيطة قوي، على مشاكل تعتبر عبيطة قوي ومش مستاهلة. الدنيا أبسط من كده. صدقوني احنا بنكبر الأمور وبنعمل مشاكل من غير حاجة، بنكبر الدنيا ونعمل كوارث في بيوتنا. ده في بيوت بيوصل فيها لصراعات وخناقات كبيرة وتلاقي الراجل ومراته خلاص الدنيا بينهم بقت مصيبة، حرفيا مصيبة. احنا خلاص ماسكين في بعض عشان انا عايزة اروح افطر عند مامتي وانت عايز تروح نفطر عند مامتك، فخلاص بقى احنا كده وصلنا لحيطة سد ويلا بينا نتخانق. نتخانق ليه؟ نتخانق ليه؟ الدنيا ابسط من كده. انا هكبر دماغي مرة، انت هتكبر دماغك مرة، احنا الاتنين هنكبر دماغنا منهم هما الاتنين مرة ونفطر في بيتنا وتعدي. ويا عم ما فطرناش عند مامتك النهاردة هنفطر بكرة، وانتي كمان ما فطرتيش عند اهلك النهاردة هتفطري بكرة. ده الشهر 30 يوم، ما تأزموش الدنيا من اول الشهر. افرحوا، افرحوا بدخول الشهر الكريم، افرحوا بدخول الشهر اللي كله فرحة. بدل ما تتخانقوا اتفقوا كده، ايه إيه رأيك نجيب ايه في البيت؟ ايه رأيك نجيب زينة رمضان ايه؟ ايه رأيك عايزين نعمل ايه؟ حاول تفرحها، جيب لها لو فانوس صغنون من اللي بيتباع ب10 جنيه ده، هتبقى طايرة قوي، هتبقى فرحانة قوي ولا كأنها طفلة عندها 4 5 سنين. اصل احنا برضو دماغنا صغننة كده، بنفرح بحاجات بسيطة. وانتي كمان حاولي ترضيه، يعني لو مثلا حتى لو قاعدين نتناقش كده، ايه رأيك؟ حابب تقضي رمضان ازاي؟ حابب اعمل لك ايه في الفطار في رمضان؟ ممكن تبقى امور تافهة جدا بجد، بس مشاركة التفاصيل الصغيرة دي تحس ان هي بتدي سعادة، بتدي فرحة، بتدي روح حلوة في البيت، احسن من الكآبة. تحت اي ظرف احسن من الكآبة. فكل لما تلاقي نفسكوا جايين خلاص كده في خناقة وفي شعلة هتدخل في البيت وفي اطراف خارجية هتبدأ تولع فيكوا وفي بيتكوا، بس ستوب كده عندكم انتوا، واحنا سيبولنا احنا الطلعة دي، احنا نعرف نصلح امورنا مع بعض ونعرف نحل بيتنا مع بعض. والله احنا هنحل امورنا. انا اتفقت انا ومراتي نروح هنا، تمام. اتفقت انا ومراتي نروح هناك، تمام. اتفقنا ما نروحش هنا ولا هنا، تمام. اهم حاجة ان انا ما اقعش في المحظور، ما ادخلش في مشاكل، ما ادخلش في نكد واضيع على نفسي وعلى بيتي وعلى ولادي فرحة الشهر الكريم عشان حوار ملوش اي لازمة خالص. بسطوا اموركم وافرحوا بدخلة الايام المفترجة، وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش بقى كده ايه تدعوا لنا بالخير والبركة كده بأمر الله وتيسير الحال. ولو مكملين معايا لحد هنا ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتدعوا لي دعوة حلوة، ولكم بالمثل. واستنوني دايما في فيديوهات كتير. باي باي.